هل ممكن الضحك المتكرر الغير مبرر يكون نوبة من نوبات الصرع؟ زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، أنواع الصرع كتير وأنواع نوبات الصرع وأشكالها مختلفة ومتنوعة. فيها نوع مميز جدا وهو الجلاستيك سيجرز أو ما يعرف بالضحك الصرعي. بياخد وقت عبال ما يتشخص وتشخيصه صعب جدا. الأهل بيقعدوا فترة طويلة فاكرين إن ابنهم بيضحك بسبب حاجات إيجابية ومبسوطين، لحد ما يلاحظوا إن الضحك المتكرر الغير مبرر ده وراه شيء غير طبيعي. يبتدوا يروحوا يكشفوا عليه، يفاجئوا ان ده نوع من انواع نوبات الصرع، لكن بيكون التشخيص غالبا متاخر، والوقت ده بيدفع ثمنه الطفل، لان نوبات الصرع اللي بتحصل اثناء الضحك، او بمعنى اخر كل ضحكه بيضحكها الطفل بشكل متكرر وراها كهرباء زايده بتدمر نشاط المخ، بتاثر على تركيز الطفل وعلى الذاكره وبتصعب العمليه بعد كده. طب سببه ايه؟ او الضحك الصرعي ده بيجي منين؟ بتكون في بؤره صرعيه شبه الورم موجودة في منطقة المهاد أو ما يعرف بالهايبوثالاميك هامارتوما. هي منطقة عميقة جدا في المخ، في المهاد، موجودة في قاع الجمجمة، لا تستجيب للعلاج الدوائي. طيب هنعالجها ازاي طالما مفيش أي نوع من أنواع الأدوية يقدر يعالجها؟ هنعالجها عن طريق التدخل الجراحي. وزي ما احنا عارفين في نوعين من أنواع التدخل الجراحي. النوع التقليدي، وده طبعا بتكون عملية كبيرة فيها فتح للراس والجمجمة والمخ، وبيكون مصاحب ليها بعض المخاطر الجراحية نظرا لأن البؤرة الصرعية دي زي ما شرحنا موجودة في قاع المخ وفي منطقة عميقة. النوع الثاني والأكثر أمانا هو الجراحة محدودة التدخل أو عديمة التدخل. أول حاجة بنستخدمها وهو الجراحة الإشعاعية باستخدام جهاز السايبر نايف، وهو أحدث جهاز للجراحة الإشعاعية. بيوجه حزمة من الفوتونات والأشعة المركزة على منطقة البؤرة الصرعية الصغيرة جدا، وبيحمي المناطق اللي حواليها، في نفس الوقت بيحبط الخلايا الصرعية وبيعالج الجلاستيك سيجرز أو نوبات الضحك الصرعية. النوع الثاني وهو التردد الحراري عن طريق إبرة صغيرة جدا، فتحة لا تتعدى 1 سنتي في الجمجمة، نقدر ندخل إبرة توصل للبؤرة الصرعية وتكويها بالكي الجراحي أو تحبط الخلايا الصرعية. كل الحالات اللي عالجناها من حالات الجلاستيك سيجرز أو الضحك الصرعي أو الهايبوثالاميك هامارتوما عالجناها بجهاز السايبر نايف أو الجراحة الإشعاعية. المخاطر الجراحية كانت 0% ونسبة التحسن كانت 80%. نصيحتنا ليكم، أي فعل متكرر غير مبرر يقوم به الطفل اكشف عليه فورا.